دكتور من غزة بيتكلم بالمصادفة، أنا شفته بالمصادفة بيتكلم على حالات قدامه. هو دكتور تجميل أو جراحة عامة، بيتكلم على حالات قدامه جروح من مصابين غزة، بدأت الجروح دي تتقيح ويخرج منها دود، وهو مش قادرين ينظفوا الجروح دي. مية الأكسجين اللي في قطاع غزة كلها خلصت في أوائل أيام الحرب. هم بقى لهم 17 شهر محاصرين وتحت ضرب المدافع، فمش عارفين يعملوا حاجة، فدوروا على الصابون والمية والكلور. حتى الكلور بدأ يقل، يجيبوا الكلور بتاع الأحواض ويخففوه بالمية ويشتغلوا بيه، لحين هداهم الله لأبسط أنتي سيبتك وأبسط مطهر للجروح على وجه الأرض، ألا وهو السكر الأبيض. اسمعوا وركزوا. وهذا الشيء أنا عمري في حياتي ما سمعت عنه أو شفته. يعني أنا عمري ما شفت دود بيطلع من جروح. الدود هذا هو يرقات الذباب. فأنت تخيل تعمل، أنا أذكر عملية كبيرة، كان مريضة رأسها تقريبا مفتوح كله، عملت لها عملية ترميم معقدة جدا والحمد لله نجحت العملية وكانت جدا مبسوطة. بعد 3 أيام صار يطلع دود من الجرح. الوضع النفسي للمريض شيء مأساوي. هذا واحد. 2، بنسأل العلم كيف بتعالج الموضوع هذا، حكوا لنا مية أكسجين. طب مية الأكسجين اللي في غزة في أسبوعين لما عرفنا إنه العلاج كذا خلصت كل اللي في غزة. طب إيش الحل الثاني؟ صرنا نجرب في الأشياء، نحط صابونة. كلام اللي حكاه الدكتور غسان هو حقيقي. صابونة، نجرب الكلور. أنا بأذكر واحد من التمريض بحكي لي إنه أنت ما جبت الكلور. عمي هو مهندس زراعي بيعمل مع المؤسسات الدولية، فخبرته عمي المشكلة عندنا 1 2 3، حكى لي استخدم الكلور جرب. فجبنا كلور المسابح نخففه ونستخدمه على اليرقات واشتغل معه الحمد لله. بس إننا نستخدم الكلور لعلاج الديدان هاي، بس برضو الكلور بياخد 4 ل 5 أيام لينهي الجرح. إحنا الجروح ما في عندنا أدوات، كنا نستخدم السكر مع خل على الجروح. وأذكر في أول مرة حد حكى لي سكر، للأمانة هي فكرة واحد من التمريض بحكي أنا حضرت دورة مع الصليب وحكوا لنا يمكن تستخدم السكر. فصرت أدور في المقالات وفي الشيء، مقالات قليلة بس بيحكوا إنه السكر يستخدم. تخيل أن تقنع المريض إنه تحط سكر على الجرح. قناعة الناس إنه السكر بيعطي للبكتيريا سكر، يعني المفروض إنه ما يزبط، بس السكر كان بالأمانة شيء مميز جدا.